بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معكم مها من قناة اكلات ويوميات مها. روتين جديد ليوم جديد، وصباح الخير على كل اللي هيشوفوني النهارده. بقى كتير جدا جدا ما عملتش معاكم روتين، وبقالي كتير برضو ما نزلتش فيديوهات. ادعوا لي كده وادعموني عشان اتنشط وارجع انزل فيديوهات زي الاول. زي ما شفتوا كده مع بعض، احنا اول ما بدأنا الروتين بتاعنا كان الفطار. كنا عملنا بطاطس وسلقت بيض وطبق فول وكمان خيار وجبنة على طماطم، والحمد لله فضل ونعمة من ربنا، ويا رب يتنيها دايما موجودة. وكنت بقى بلة معاكم شوية فول، وكمان عملت فول مدشش، اللي هو او فول مفصص، اللي هو زي اللي هو يعني من غير قشر. عملت فول مدمس عشان ادمسه. وكمان كنت جايبة شوية بقى فول حلوين كده من الغيط، كنا فصصناهم وعملناهم، وكان صراحة طالع منهم كتير. يعني الحباية مش قد كده، ففصصتها كده وعملتها، شلت القشر بعد ما نقعته، قلت هعملها طعمية. وكمان الفولة الحلوة النظيفة عملتها وبلتها عشان اعملها مدمس. فالمفروض يعني اليومين دول الحاجة غالية، فمن نهدرش في الحاجة وما نرميش الحاجة، واي حاجة حلوة عندنا لازم نستغلها ونعملها وما نرميش اي حاجة منها. شوية بقى الفول اللي انا قشرتهم او شلت القشرة منهم، اعملهم شوية طعمية كده حلوين. النوبة اعملها معاكم بالكرات. هو صراحة لاني ما لقيتش خضرة يعني، لكن انا صراحة بحب الطعمية اللي بتتعمل بالخضرة اكتر. الفول طبعا معايا، ومعايا شوية كرات على قد ما انت عايزة خضار الطعمية بتاعتك، وراس توم حلوة كده، وبصلتين حلوين. ولو عندك قرن فلفل حطي، ما عندكيش مش مشكلة. انا حطيت قرن فلفل برضو، وكمان هضربها في الكبة بتاعتي، وتضربيها مرة اتنين تلاتة براحتك على حسب النوعية اللي انت عايزاها. ضربتها كلها كده مع بعض، وادي يا بنات الكمية بتاعتي حلوة جدا. عملت فطرنا منها مرتين تلاتة كمان. وعايزة مثلا تفطري منها مرة وتعيني الباقي، عايزة تخليها عندك، هي ممكن تقعد ليلة في التلاجة والباقي. لكن لو عايزة تعمليها بقى وتخزنيها، حطها في اكياس على قد ما انت هتعملي، وحطها في الفريزر، وطلعي منها ساعة الاستخدام على طول. والفول بتاعي كان من الدمس، وما شاء الله كان طعمه حلو جدا، وريحته ما شاء الله جميلة. وزي ما نشوف بقى النهارده هنعمل ايه في الغدا النهارده. يا ترى هنعمل ايه؟ هنعمل سمك. بقالي كتير جدا برضو ما عملتش روتيني او ما عملتش اكل سمك معاكم. صراحة انا بعمله ساعة اكسل اصور، ساعة انسى اصور. فيعني ايه، بقالي كتير جدا ما عملتش سمك معاكم في القناة. فقلت بقى النهارده جايبين سمك كده، قلت نعمل سمك ونصور معاكم الفيديو النهارده. كنت جايبه سمك تونة ومكرونة. التونة ما شاء الله كانت جميلة جدا، وكانت حلوة وكبيرة. جبت منها شوية، وجبت كمان حوالي 3 سمكات كده تونة، والباقي جبته مكرونة. عندي ناس يحبوا التونة وفي ناس تحب المكرونة، فعشان نرضي جميع الأذواق قلت بقى نضفه ونغسله حلو كده وننضفه حلو مع بعض. وده يا بنات ده البطروخ. ما شاء الله كانت مبطرخة وجميلة جدا. هو تقريبا اليومين دول السمك مبطرخ، لأن البطريخ مش بتاعته ما شاء الله كبيرة وحلوة. دي انا ما برميهاش، انا بحب اكلها، بقوم متبلاها برضو نفس تتبيله السمك، واقوم حطاها عليها دقيق وقليها في الزيت. بتبقى طعمها حلو، بالذات اللي هي البطروخ يا بنات، اللي هو زي اللي عامل زي الخرز كده، اللي هو المخرز ده، بيبقى طعمه حلو جدا. وطعمه حلو، وكمان بيقرمش كده وانت بتقليه وبتحمره وبتاكليه، بيبقى طعمه جميل قوي. السمك بقى اهم حاجه نضف السمك حلو عشان ما يبقاش زفر. ده كان سمك متلج. وكان الكيلو يا بنات ما شاء الله، يعني اللهم ارحمنا واسترها معانا. يعني كان الكيلو ب85 جنيه. من هنا لهنا خدته ب80. فالحاجة ما شاء الله غالية قوي 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 قوي، يعني ربنا يقدرنا كده على العيشة اللي احنا عايشينها ديت، ويسترها علينا. ما شاء الله كده خلاص انا نضفته. بحب بقى انقعه، هتنقعيه في ملح او بس مش كتير عشان ما تهريش السمك. وهتنقعيه في ليمون، وممكن شوية كمون تحطيهم على مية النقع، بتبقى حلوة جدا وريحتها. ريحة الكمون مع نقع مع الليمون والحاجات دي بتبقى من ريحتها حلو. ونصيحة مني يا بنات، لما نيجي نعمل السمك وننقعه ما نحطش فيه خل خالص، لان الخل بيهري الخلايا بتاعه او الانسجة بتاعه السمك، بيهريها. استكفي بس بشوية كمون، وشوية ملح صغيرين قوي، وكمان ليمون. الخلطة بقى اللي انا بعملها وما شاء الله بتبقى ريحتها جميلة جدا، وتحبي تاكلي حتى الخلطة كده لو في لقمة عيش هتغمسي بيها، طعمها حلو قوي. معايا بصلاية، معايا راس توم متقشرة، معايا فلفل اخضر، معايا طماطماية، معايا عود خضرة او كزبرة او شبت.
بتبقى ما شاء الله ريحة الخلطة تحفة. وليمون وحباية مرق دجاج او قالب مرق الدجاج صغير وكمون وكزبرة ناشفة وملح وشعرة فلفل. عايزة تدقيها في الهون بتاعك دقيها، عايزة تضربيها في الخلاط زي ما انا عملت كده اضربيها اي حاجة، بس اقسم لك ان الريحة بتاعة الخلطة بتاعة السمك دي، عود الخضرة مع الشبت مع الكزبرة الناشفة مع التوم مع كل الحاجات ديت، بتبقى ريحتها بسم الله ما شاء الله تبارك الرحمن، بتبقى جميلة جدا جدا جدا. انا على طول بعملها كده وببدأ احشي بيها السمك. عايزة يعني تخليها خشنة كده وما بتبقى جميلة برضو، بس انا بنعمها لان عيالي عندي ايه ما بيحبوش حاجة باينة في الاكل يعني، فبنعمها قوي عشان تبقى تتوه في السمك وكده. هنحط عليها بقى الليمون ونحط عليها شوية خل صغيرين مع مع البهارات بتاعتك. عايز تحطي مثلا شوية زعتر حطي، بس ما كتريش. كركم حطي، لكن انا بكتفي صراحة بالكمون والكزبرة الناشفة والملح وخلاص على كده. عايزة تحطي فلفل اخضر حابي حطي، عايزة احطي شطة حطي، الخلطة زي ما انت عايزة. بس عود الخضرة والشبت مع قرن الفلفل والطماطمايه والبصلايه بتدي لها طعم وبتديها ريحة ما شاء الله، يعني ولا احلى من كده. وبتدي كمان بالطعامي السمكية نفسها. هنبدأ نحشي. صراحة انا يومها قليت السمكية بحالها، ودي كانت غلطة مني، انا ما كنتش يعني، انا صعب بقطعه كده، بس قلت استسهل يعني وايه، واقليها بحالها. بس ما شاء الله السمكية كانت كبيرة فضايقتني شوية في القلي. خلاص انا هحشي كل كمية بقى وعندي واسيبه معايا يعني ايه، اسيبه مثلا 5 دقايق 10 دقايق يتشرب الخلطة كلها بعضها، وابدأ اقليها. بحط عليها دقيق من هنا ومن هنا واقليها في شوية زيت. وهنعمل بقى رز صيادية يا بنات او رز بتاع السمك، بحبه جدا وبيبقى طعمه حلو قوي كمان جنب السمك. و وساعات يعني بستسهل الامور واكتر شوية في الرز السمك ده، وعشان اعمل ايه، عشان نعمله تاني يوم عج، بتبقى جميلة جدا. وان شاء الله هبقى اعملها معاكم في مرة، يعني ابقى جايبة رز وابقى جايبة سمك واعمل رز بكتير شوية ونبدأ نعمل عجة مع بعض، تبقى حلوة قوي وطعمها حلو جدا. وكمان ما تخسريش حاجة وما بتهدريش حاجة. المهم البصلاية بتاعتي انا بحط عليها شوية ملح وشوية كمون في بتاعة الرز اللي هو بالبصل، واسيب لغاية ما تتحمر زي ما شفتوا كده، وابدأ انزل عليها بالمية. ما شاء الله زي ما انتم شايفين انا بدأت السمك والسمكية ما شاء الله كانت كبيرة، فما الطاسة ما كانتش خدتها. قمت قطعة الراس بتاعت السمكية عشان اعرف اقليها. كده بقى يا بنات بحط اهوت المية على البصلاية واسيبها تغلي، واقوم مزودة الرز عليها. وكمان عامله طبق سلطه الحلوه دي، السمك بتاعنا ما شاء الله والرز ما شاء الله جميل جدا. ودي كان شويه شعريه كده باقيين، لان عندي بنتي ما بتحبش الرز اللي هو بالبصل ده، فقلت لها ايه كل الشعريه جنب السمك وخلاص. ده كان غدانا النهارده يا بنات، وكانت حاجه سهله كده وحاجه غدا بسيط، ويا رب كده يا رب يا رب يديموا علينا يا رب من نعمه. والرز بتاعي كان ما شاء الله جميل جدا. قلنا بقى ايه نعمل شويه تسالي كده بالليل واحنا قاعدين، كوبايتين شاي مع شويه فشار. كنت جايبه شويه ذره من المقلة يعني، كانت فاضلين عندي، فصراحه حطيتهم جنب الفشار وقلت لهم يلا نقعد بقى مع بعض كده نسمع مسرحيه حلوه، نسمع فيلم حلو. وكانت مسرحيه شغاله بتاع المتزوجون، قعدنا بقى نتفرج عليها شويه والبنات كانوا بيلعبوا المكعبات كده يعني. كانت سهرة حلوة وقعدة حلوة، يا رب كده يديمها علينا يا رب، وما يحرمناش من تجمعنا مع بعض. اشوفكم بقى في فيديو جديد، ومع السلامة.